طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنبدأ سوا كده مع بعض نشرح إيه باترن الأونيون أركتكتشر أو التطبيق العملي للكلين أركتكتشر. فإن شاء الله هنبدأ برضه نمشي اللي إحنا نشرح المشكلة، وفي نفس الوقت برضه هنبدأ إن إحنا نكتب كود، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونبني بروجكت صغير كده حتى نطبق فيه الكلام اللي إحنا هناخده نظري وعملي برضه. فاول حاجه كده، انت طبعا سمعت عن كتير مصطلحات كتير زي الكلين اركتكتشر والاونيون اركتكتشر والهكساجونال. كل دي مصطلحات. طب احنا لجأنا ليه للحاجات اللي شبه الاركتكتشر دي؟ لجأنا لها بسبب ان الكود عندنا يوم لما اجي ابدا افتحه يبقى سيبريتد، يبقى كل حاجه في مكانها. يوم ما اجي اتعامل مع الداتابيز، خلاص انا رايح حته بتعامل مع الداتابيز ما بتاثرش على سيرفيس معينه شغاله. يوم ما انا رايح مثلا اغير لوجيك معين، خلاص ماشي ما بأثرش على الداتابيز، ده يعتبر ده لوجيك ما بأثرش فيه على حاجه. نفس الكلام لما اجي مثلا اعدل على حاجه مثلا زي الاي بي اي، اجي اعدل على الاي بي اي معين، يبقى انا كده خلاص ولا لمست لوجيك ولا لمست داتابيز وهكذا. طيب الاونيون اركتكتشر هو عباره عن ايه وايه علاقته بالكلين اركتكتشر؟ دلوقتي طبعا هو الاصل اصلا الكونسبت هو كلين اركتكتشر. ده كونسبت بتاع عالم اسمه انكل بوب، هو اللي كان اخترعه. وهو ببساطة دي النظرية اللي بتقول ان احنا ازاي نبدأ نفصل شغلنا، ازاي تبدأ تخلي كل حاجة مش بتدبند على حاجة تانية. يعني ان انت تبدأ تفصل المشاريع، تبدأ تفصل البروجكت كله تقسمه وهكذا. تطبيقه العملي بيكون عن طريق الاونيون اركتكتشر. تمام، دي الطريقة اللي بننفذ بيها او اللي بتسهل علينا النظرية بتاعت الكلين اركتكتشر. طبعا في الاونيون اركتكتشر المصطلحات هنكون احنا سمعناها قبل كده، حاجه زي سيرفيس، حاجه زي دومين، حاجه زي مثلا ريبوزيتوري. كل دي برضه حاجات احنا هنسمعها. في الكلين اركتكتشر المصطلحات ممكن تكون بتختلف شويه، زي حاجه اسمها يوز كيسز وانتيتيز وهكذا، ممكن برضه تكون عارفها. بس يعني المعرف عليه اللي احنا هنبدا بالاونيون اركتكتشر وبعد كده نتطور ونوصل للكلين اركتكتشر. فطبعا يعني ده كده كانت مقدمة بس بسيطة. ممكن ناخد دلوقتي فكرة بس عن كل لاير من اللي قدامنا دول بيعملوا ايه. الموضوع ببساطة جدا هو اسمه اونيون اركتكتشر، معمول برضو زي نظام البصلة، اونيون يعني بصلة فهي متاخدة منها. اول حاجة كلها هي طبعا البصلة عبارة عن ايه؟ عبارة عن قلب، وبعديها جواه كده قشور 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 قشور. تمام. فانا القلب بالنسبة لي دوت هو الدومين رول، هو الدومين، هو الكور بتاعي. دي الحاجات اللي انا المفروض محدش يعرفها غيري انا كبزنس، ما محدش ليه علاقه بيها. حاجات زي ايه مثلا؟ تعال نتخيل مثلا ان احنا في مطعم او كده يعني. فانا دلوقتي عندي كتاب فيه الخلطات مثلا، او كتاب فيه المقادير مثلا بتاعت اكله معينه. هل انا الكتاب دوت المفروض ان اي حد يقدر يشوفه، اي حد يقدر يعدل فيه، اي حد يقدر ان هو ياخد اي اكشن فيه؟ طبعا الكلام ده ما ينفعش. فدي تبقى اول طبقه اللي هي طبقه الدومين. تمام. بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها انتيتيز بتاعتنا، نتجه بقى للبرمجه شويه. انتيتيز بتاعتنا الجداول اللي هتتحط في الداتابيز. بيكون فيها الاكسبشنز برضو، يوم ما يحصل غلط او حاجه بيترمي برضو من الدومين. بعد كده بنبدا نوصل ل بعديها القشره اللي وراها على طول بتبقى الابلكيشن او السيرفيسز. تمام. السيرفيس دي طبعا بتبقى حاجه زي الويترز، بنقابل منها ابستراكشن وبنقابل منها امبلمنتيشن. ابستراكشن هي اللي انت بتبدا بيهتم بيها يعني ايه؟ الناس اللي بتحتاج ان هي تعرف بس انت بتشتغل بتقدم ايه. فاهم؟ يعني مثلا بتقدمها عن طريق منيو وعن طريق ويترز مثلا. انت في المطعم المنيو مثلا بتكون عندك مثلا اكلة مثلا مثلا مكرونة بشاميل. هل انت تعرف المطعم ده بيعملها ازاي؟ لا خلاص، ما يهمكش، انت تطلب المكرونة بشاميل وخلاص. تمام. طيب نفس الكلام برضو بيكون عندنا طبقة تانية اسمها السيرفيس، اللي هي بتعمل امبلمنت بقى للابستراكشنز اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها ديت. كل ده برضو ان شاء الله هيوضح. بيكون عندنا بعد كده طبقة اسمها انفراستراكشر. انفراستراكشر بتتكون برضو عندنا هتلاقيها من البرزنتيشن والبريزيستنس. تمام. طيب البريزيستنس دي هي الطبقه الوحيده اللي بتتكلم مع الداتابيز. تمام، هي اللي مسموح لها ان هي تبدا تروح للداتابيز. البرزنتيشن طبعا ده يكون عباره عن اليو اي اللي هو الاي بي اي، سواء كان من موبايل او من لابتوب او من تابلت، ايا كان ايه هو السيرفر اللي شغال عليه. فدي كانت مقدمه بسيطه جدا، وان شاء الله يعني الفيديو الجاي هنبدا ان احنا نتكلم على كل لاير بالتحديد ونبدا ندي اكزامبل. شكرا.